بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير على سلامتكم. اون نوفيل فيديو اللي نبداوها دائما بشويه تاع التحفيزات، شويه روتينات تحفيزيه جيست بور فو موتيفي البنات. سقسيكم البنات يعيشكم، اسكو غير انا اللي نلقى المرايه تاع لا سال دو بان ديما فيها هذوك يعني لي طاش تاع الماء، التطراش تاع الماء، سبحان الله يعني نقيها يوميا ويوميا نلقى لي ميم تخاص حتى وي تنقولوا مروا لي كيفاش تغسلوا وجهكم. هذا الماء اللي راه يطلع هكذا المرايه كيما هكذا، غزمو الحمد لله كاين منظفات. دونك جوزت على المرايه كيما العاده بالمنظف تاع الزجاج تاع ستيك، وعندي لونتي كالكير ستيك اللي ما نستغناش عليه. نون سولمون ينحي لي كامل البقع تاع لافابو، لو روبيني، لا فايونس، وانا واش ندير له تيلمون يعني نقي مليح، ونحب الريحه تاع لو جيل نيتوايون تاع ستيك داريبال. هذا سورتو بريحه صنوبر. شوفوا كاين ريحه صنوبر وكاين تاع لا لافوند الخزامه ما نحكي لكمش، وكاين اوسي تاع السيترون تاع القارص. شوفوا والله العظيم يا لا سال دو بان تقعد تريح طول النهار. يعني زيدوا غير شويه في لافيت تاعكم وجوزوا تجويزه خفيفه على سال دو بان لي روبيني لافابو. منها راكو تنقوا، منها راكو تفحفحوا، راكو تعقموا في الدنيا. وعلى بالكم كي تتنقى لا سال دو بان راهي راحه نفسيه كبيره. انا ديما من نهار عرفتوني، من نهار عرفتوا القناه تاعي، اول حاجه نديرها سي نبدا بالسانيتير. لا سال دو بان هي اول حاجه باش كي نشم هذيك الريحه تاع لي برودوي الله الله ونقى. واللي يقولوا لي الريحه ماشي مليحه انا هنا نكون مشرعه الدنيا، نكون حل الباب تاع الكولوار التواقي، برك ما نديرش الكورون دير باسكو دوك في البرد ما كاش حاجه واعره قد كورون دير. يعني افتحوا جهه وجهه لا يعني هاد الروايح كامل منها الدار راهي تتنقى، منها تخرج الطاقه السلبيه، ومنها الروايح هادو ما نشموهمش بزاف. ويا من زين نقى لو كان يبقى كيما تقول حبيبتنا داداح الله يعطيها ويمنيها، خلاتها لنا كلمه يبان نقول لكم صح. يا من زين نقى يا لو كان يبقى ويدوم. الله غالب ما يدومش، معليش ربي يعطينا الصحه والجهد باش نقدروا ديما نخدموا شغالاتنا. وديما نقول لكم هاد الصحه راهي نعمه، وهذا الشغل راهو نعمه. يعني ما نتنمروش وما نشكيوش وما نقولوش عيينا، نقولوا ربي يعطينا الصحه والجهد باش نقدروا نكملوا. وجست درك على القهيوه تاعي اللي درتها لكم اليوم. واش نقول لكم بواحد لو كيك صحي جدا جدا جدا. كيما تعرفوني يا خانا من نهار كنت معكم في الوصفات، كنت ندير لكم درت لكم شوفوا درت لكم لي غاتو، درت لكم لي كيك، درت لكم كل شيء، وكنتوا سميتوني بكل تواضع ملكه الكيكات ولا ملكه الموسكوتو. اللي اليوم الحمد لله راني نخدم ويعني نجتهد باش نقدر نزيد نتحصل. الوغ لو كيك تاعنا اللي جاي بالغو تاع الكاكاو ولا الشوكولا صحي جدا، فيه زوج حبيبات بيض، شويه تاع لافاني، ونعاودوا نولوا نهضروا من جديد على البديل السكر المناسب للكيتو دايت، المناسب جدا لجميع انواع الانظمه، المناسب للناس اللي عندهم اللي ياكلوا سيلياكين، اللي ما ياكلوش يعني الجلوتين سان جلوتين بيان سور. هذا بديل سكر طبيعي، هو مزيج بين سكر ستيفيا وسكر الاريتريتول. شوفوا كي نديروا سكر ستيفيا وحده راح يخلي واحد الطعم يعني ما ديزاغريابل، ماشي كاع الناس يتحملوه. وكي نديروا الاريتريتول حسب دكتور محمد سعيد يقول لك هو يجي في المرتبه الثانيه بعد ستيفيا. دونك حنا واش عندنا لو ميلونج تاعهم في زوج. دونك هاد السكر ولا بديل السكر راكو تلقاوها عند صفحه اي كيتو دي زد، تطلبوه من الموقع اللي توجور نخليه لكم www.iketo.dz، والا تتصلوا بالرقم التليفون عن طريق الواتساب وتجوزوا لا كوموند تاعكم، وهما راهم يديروا لكم لا ليفريزون لجميع ولايات الوطن. هذا السكر لي ديابيتيك ياكلوا منه ما يخافوش كامل، لانه السكر تاعو ما يجوزش في الدم، يعني عنده كربوهيدرات غير قابله للامتصاص. باش الناس كامل ما يخافوش كيدير يعني يستعملوا هذا السكر، وكامل اللي عندهم الامراض المناعيه بما فيهم مرضى السرطان الله اني ربي شافيهم ان شاء الله. هذا هو السكر المناسب اللي ما يطلعناش الانسولين في الدم تاعنا. الوغ درت ان باكي ولا ان ستيك، عفوا ان ستيك، هي لابوات فيها 10 لي ستيك، وكل ستيك فيه 25 غرام يعادل 2 مغارف كبار تاع السكر بديل السكر. داكوغ دونك درنا 25 غرام تاع السكر، 2 مغارف كبار بديل السكر. وهنا دوبت 40 غرام
تاع الزبده الحيوانيه. تبعوني مليح كي نقول 40 غرام معناها حوالي 1-2 مغارف كبار تاع الزبده دي بور انيمال دوبتهم في الميكرووند. ودركا راح نستعمل الحليب. وبيان سور حنا في النظام تاعنا عندنا الحليب المسموح هو حليب اللوز ولا حليب الكوكو. واللي ما توفرش عندهم انا عندي هذا الحليب تاع سناكي توجور نهضر لكم عليه حليب اللوز. وانا دوك راني مع لا ديرنيير بوتاي تاعي الحليب اللوز. الوغ اللي ما عندوش هذا الحليب انا حنسخنه دابا وقلت لكم حليب اللوز والكوكو يتسخن ما يتغلاش. واللي ما عندوش يقدر يعوض نفس الكميه يعني كاس بالكريمه طازجه لا كريم فريش. والا تقدروا اوسي بان بو ولا 2 بو قسمه تعمروا كاس تاع ياغورت يكون ناتور ويكون سون سكر بيان سور. داكوغ انا استعملت الحليب هذاك وسخنته. درنا 2 كيسان معمرين تاع اللوز مرحي. انا كان عندي لوز مرحي بقشورو. زدت ان ساشي تاع خميره الحلوه وزدت عليهم 2 مغارف تاع كاكاو المر اكيد بدون سكر سون سكر. هذا سي دو كاكاو سون سكر. في الفيديو اللي فات سمحوا لي تاع الموسكوتشو اللي درناه الكيتو ما على باليش ما فقتش لقيت بلي ما خرجتليش اللقطه اللي زدت فيها كيما هكذا باكي تاع خميره الحلوه. دونك راني كتبتها لكم في المقادير وحطيتها لكم صندوق الوصف وبالكو تنساوها. دونك كي درت مغرفه تاع الكاكاو شفت بلي اللون تاعو مازالو فاتح زدت له. انا حبيت نزيد يعني نعزز ذوق الكاكاو في هذا لو غاتو. ما تنساوش بلي الكاكاو راهو اكبر مصدر للمغنيسيوم. كاكاو المر كي تروحوا تشرو قولوا له اعطينا كاكاو سون سكر لازم تتاكدوا منه باش الكيك تاعنا يكون صحي جدا. الوغ جبت هنايا ان بوتي مول. هذا المول راهو صغير يعني راهو ما يلحقش بون في الطول تاعو راهو ميم با 20 سنتيمتر راهو 18 سنتيمتر. غلفته بالبابي كويسون. اللي ما عندهاش تقدر تدهنه مليح بالزبده وحتى ترشوا عليه شويه تاع اللوز مرحي ولا نواد كوكو. انا غلفتو بابي كويسون سي بلو براتيك. من بعد كي نحيه هبط لاباري تاعي في لو مولا كيك تاعي ولو فور تاعي بيان سور راني سخنته على 170 180 درجه. سقمت لاباري بيان كوم الفو هبطتها مليح باش نخرج منها الهواء. اي زينت الكيك تاعي بشويه تاع لوز افيلي وديته لو فور طيبته خليته حتى نشف كامل على نار هاديه. شوفوا خدمت كاع شغالاتي خدمتهم في غردي وهو يطيب على غردو حتى يعني بيكيتو لقيتو الكوردون تاعي خرج لي ناشف. داكوغ هاوليك لو غاتو تاعنا لو كيك تاعنا سيتوجين كيك صحي وكيتو ينفع لاصحاب الكيتو الناس اللي يمارسوا كاع الانظمه الغذائيه اللي يحبوها. ولو اني انا حاليا راني بين الكيتو وبين اللوكارب. شوفوا عشقي وحبي لهذا النظام اللي هو الكيتو دايت ما خلانيش نقدر نخرج منه فاسيلمون. شوفوا ساعات يعني نقول اليوم نخرج اللوكارب يعني ندخل شويه نشويات ولا كربوهيدرات صحيه نلقى روحي غدوه مدكعه وترجعت للكيتو. يعني تلمو لاقيه راحتي فيه سبحان الله. جو بريفير فير ان غاتو وناكلو ونتمتع به ويكون صحي باش كي ناكلو بدون ندم. ما ناكلوش بور مو كولبابيليزي من بعد. ما ناكلوش باش نبقى نقول خساره دخلت السكر للجسم تاعي. واني قلت لكم اني راني في عام يعني ملي خديت هذا القرار لا رجعه للسكر باذن الله. مادام كاين بديل السكر طبيعي مادام كاين انواع الدقيق 2 كيسان تاع اللوز مرحي. واللي ما قدرش عليه يقدر يخلط بين كاس تاع اللوز وكاس تاع نواد كوكو. انا ديما نعطي لكم البدائل وانتوما واش قدرتوا وانتوما واش ساعدكم. ما تستخسروش الحاجه في نفسكم. هذا واش نقول لكم الصحه راهي عزيزه. واللي نروحوا نشروهم هذوك الدراهم اللي نشروهم مواد غير صحيه يعني كما يقولوا نحبسوهم ونطموهم ونشرو حاجه صحيه تنفعنا وما تضرناش. داكوغ دونك كي نتشهاو ان غاتو نشربوا بقهوه كيما ديك القهوه اللي راكم تشوفوا فيها الله الله. اكيد القهوه تاعنا بدون سكر اوسي لانه انا نشريها يا اما تترحى قدامي يا اما نشريها تكون مكتوب فيها سون سكر لانه امبوسيبل يعني تكون قهوه سون سكر ويكتبوا. والاهم من كل هذا انه كي ناكلوه ما يطلعنا السكر ما طلعنا الانسولين ما نسمانو يعني ونتشافاو ونبقاو دائما اون غار توجور لا لين تاعنا لو بوا تاعنا. كل واحد واش هو الهدف تاعو. كاين الهدف تاعو هو انقاص الوزن كاين الهدف تاعو هو التشافي والتعافي من الامراض المزمنه اللي قالوا انها مزمنه وظهرت انها غير مزمنه. يسيفي برك نصحوا الاكل تاعنا والحمد لله. وكل واحد ان شاء الله ربي يلحقوا للهدف تاعو.
نتقاسم معكم بعد هذا الوجبه تاعي اللي كانت اكله خفيفه. حبيت نعاود نفكركم، البارح تشهيت حبيت ناكل كي شغل ساندويتش، وحبيت نفكركم بالخبزه اللي تسلكني ديما اللي هي خبزه الشاباتي اللي كنت قاسمتها معكم. بوتيتر كاين اللي دخلوا هنا معنا جدد ما على بالهمش، بوتيتر كاين اللي ما شافوهاش كي لون غاتي. الشاباتي ما فيها والو، فيها حبيبه بيض. وشوفوا روحوا دخلوا للقناه، حوسوا على فيديو اللي مكتوب فيها خبزه الشاباتي. شوفوا هذه الخبزه ما فيها والو، فيها حبه بيض وفيها زوج مغارف تاع بودره اللوز. في دقيقه وطيبوها في مقله. شوفوا لي هذيك الخبيزه الله الله وتجي طريه، عمروا بها واش حبيتوا، ديروا بها لي ساندويتش، ديروا بها يعني الحاجه اللي كي تحبوا تاكلوا ان ساندويتش تشهاوه. انا البارح ما كان عندي والو، يعني جوست كان عندي ان بوتي ستيك قطعته طيبته قطعته اون سالاد ودرت جو فروماج ضربت فيها نص يعني واحد من هذا لانه خبز مشبع. يعني كليت ما شاء الله، حسيت روحي فريمون هايله. هاد الخبزه كي نقسموها درنا يعني درنا شوفوا ها الله يبارك، يعني كل نصف يتقسم على زوج. الخبز الكيتوني هو خبز مشبع، يعني ما فيهش السكريات، دونك كي ناكلوا منه نشبعوا. وسيرتو كي نوالفوا، وانا مانيش من الناس اللي يعني والفت الخبز، انا من الناس اللي تعودت في هذا النظام اني ناكل بدون خبز. مي ساعه لساعه كي نحب زعما هكذا نغمس ولا نحب يعني ندير امتي ساندويتش ولا هذا الخبز يسلكني بزاف، وحبيت نعاود نفكركم فيه. شوفوا الله يبارك، بحبه بيض وزوج مغارف تاع فارين عفوا زوج مغارف تاع بودره اللوز. وروحوا تشوفوا لا فيديو المهم. ويطيب ونديروا به واش نحبوا. انا تقتينيت فيه هنا هذا فخوماج اللي كان يعني فريمون فيه 3 غرام من الجلوسيدات، كان بزاف هايل. وشوفوا شحال يجي طري، وديروا فيه واش حبيتوا. قلت لكم كنت كليت كنت شربت قهوه تاعي وكنت شبعانه، دونك درت شويه وريقات تاع الشلاضه. حبيت برك هنا نعطيكم ان اكزامبل، نديروا الخضر نعززوا نسبه البروتينات في الساندويتش تاعنا، بيان كو هو راهو بروتيني فيه البيض وفيه اللوز. فوالا وديروا واش حبيتوا، ديروا طوماطيش، ديروا كورنيشون، ديروا طون اويل دوليف بزيت زيتون، ديروا نتوما واش حبيتوا. المهم تاكلوا ساندويتش يعني ما تحسوش روحكم محرومين. المهم اللي مازال ما شافتش الوصفه تاع خبز الشاباتي غير روحوا شوفوه، واذا تفكرت راني نجبدها لكم ونحطها لكم في لابوات ديسكريبسيون. مي انا نحبكم تحوسوا عليها. اللي تحب تشيان لازم تتعب شويه، نتوما والفتوا تتفنيين وتقولوا بعتي لي هذه بالي حبيتوا تشيانوا تحركوا ونشطوا ونقصوا الاكل والحركه بركه. وروحوا حوسوا على الوصفه وديروها. والاكل متعه في هذا النظام لانه ما يخليناش نحسوا بالندم ولا بالحرمان. وهكذا نعاود نلخص لكم لا فيديو تاع البارح اللي قلت لكم نحبسوا نوقفوا الى حين الوصول للهدف، اما التشافي والتعافي من الامراض، واما انقاص الوزن الى غايه الوصول للوزن المثالي، مع الحفاظ على الصيام المتقطع، لانه اصل الحكايه ولغز الحكايه هو الصيام المتقطع. دونك ما نستغناوش على الصيام المتقطع، نوقفوا الكربوهيدرات ونوقفوا نشويات الحليب ومشتقاته. والله يرضى عليكم اللي عندهم تجربة معانا، اللي راهم معانا في التجربة اليوم، عمروا لي التعليقات، احكيوا لي على تجربتكم وكيفاش تغيرت حياتكم هكذا باش تربحوا الأجر ونشجعوا بعضنا ونشجعوا الناس. أنا الحمد لله لحقت الوزن المثالي ولحقت الهدف تاعي، مي مازال اللي راهم خايفين. تهلاو في روحتكم. سلام.